أهلا بيكم. النهاردة هنشوف مع بعض قصة حقيقية بتورينا إزاي الإنترنت ممكن يتحول لساحة حرب. هنبص على الموضوع ده بعين الباحث الاجتماعي ونفكر بالراحة كده، إزاي السؤال واحد بس، مجرد سؤال ممكن يولع الدنيا. طيب يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. أي فتنة أو أي حريقة بتبدأ بشرارة، والشرارة بتاعتنا هنا كانت حاجة تبان بسيطة قوي، بوست على فيسبوك، لكنه في الحقيقة كان سلاح متصمم بدقة. بصوا على السؤال ده، مين الأحق بالخلافة؟ عمر بن الخطاب ولا علي بن أبي طالب؟ أي حد يشوفه يقولك إيه ده؟ سؤال تاريخي عادي يعني. لكن لأ، الحقيقة إن السؤال ده عبارة عن فخ، قنبلة موقوتة محطوطة بالملي عشان تضرب في أكتر حتة حساسة عند المسلمين. ده مش سؤال عشان الناس تتناقش، ده طعم عشان الناس تتخانق. تمام، يبقى السؤال المهم دلوقتي، مين اللي رمى الطعم ده؟ لما بنيجي نحلل حاجة زي كده، أول حاجة لازم نبص عليها هو مين اللي بدأ الحكاية. مين مهندس الفتنة ده؟ تعالوا بقى نشيل الستار ونشوف مين اللي كان بيلعب من ورا الكواليس. المفاجأة هنا إن اللي ورا الصفحة دي حسب المصدر هي مجندة إسرائيلية اسمها ميرايا شالوم. يعني الموضوع مش مجرد نقاش عفوي، لأ، دي عملية معمولة بحساب فيك وهدفها واضح وصريح: توليع الدنيا بين الناس وزرع الفتنة. ودي طبعا طريقة كلاسيكية جدا لأي طرف خارجي عايز يستغل المشاكل اللي جوه أي مجتمع. والطريقة اللي اشتغلت بيها دي يا جماعة عاملة زي ما تكون من كتاب كده بيقولك إزاي تعمل فتنة على الإنترنت في 4 خطوات، خطوة بخطوة، كل حاجة محسوبة. أولاً تعمل صفحة فيك، ثانياً تختار لها اسم ديني قوي زي أم المؤمنين عشان الناس تصدقها وفي نفس الوقت عشان تستفز ناس تانية. ثالثاً تحط السؤال القنبلة اللي شفناه. ورابعاً ودي أهم خطوة، تقعد تتفرج على الحريقة وهي بتولع. طيب نيجي بقى للنقطة المهمة قوي، هو ليه الطريقة دي بتنجح؟ ليه الناس بتقع في الفخ ده بالسهولة دي؟ الموضوع مش سذاجة وخلاص، في آليات نفسية واجتماعية بتتلعب عليها. تعالوا بقى نمسك الموضوع ونحلله حتة حتة كأننا في معمل بالظبط. شوفوا التركيبة دي عاملة ازاي، كل حتة فيها معمولة عشان تضغط على زرار معين جوه عقلنا. الاسم أم المؤمنين بيدي إحساس بالثقة والمصداقية وفي نفس الوقت بيستفز. السؤال نفسه بيخبط في جرح تاريخي قديم وعميق. وطبعا منصة زي فيسبوك بتضمن إن الموضوع ده هينتشر زي النار في الهشيم. التلاتة مع بعض حولوا بوست عادي جدا لسلاح دمار شامل على المستوى الاجتماعي. ودلوقتي نيجي بقى لنحظة الحقيقة، هل الطعم نجح؟ تعالوا نشوف ردود الأفعال كانت عاملة إزاي. هنشوف مع بعض إزاي الحريقة دي مسكت في الناس بسرعة، وإزاي الخطة السامة دي جابت نتيجتها بالظبط زي ما كان متخطط لها. شوفوا أول تعليق ظهر، واحد من العراق اسمه خضر، بدأ بهجوم تاريخي مباشر: عمر بن الخطاب اغتصب الخلافة. لكنه موقفش هنا، لا، راح ناقل الموضوع من التاريخ للشخصي على طول، وقال: وإنتم يا سنة نواصب. خلاص، في جملة واحدة الحرب بدأت. الموضوع ما بقاش نقاش، بقى فرقتين قصاد بعض. الرد اللي بعده على طول من واحد سعودي اسمه فيصل بيورينا ازاي النار بتزيد. أول حاجة عملها دافع عن رمزه الديني، تاني حاجة هجم هجوم مضاد بشتايم طائفية صريحة: رافضي كافر. وهنا هو بيجرد الطرف التاني من إنسانيته تماماً. لكن الأخطر هي النقطة الثالثة، لما قال إنهم أعداء أشد من اليهود. هو كده بيعلي سقف العداوة لأقصى درجة ممكنة. والموضوع طبعا ما بيقفش عند 2 بس، دي عاملة زي العدوى بالظبط. فجأة تلاقي واحد من مصر دخل في الخناقة، وبعدين واحد من بلد تانية، وكل واحد داخل بشعاراته التاريخية وهجومه الخاص. الخناقة اللي بدأت بين 2 في ثواني بقت خناقة أقليمية عابرة للحدود. وده بيورينا سرعة انتشار السم ده على السوشيال ميديا. طيب في الآخر خالص، إيه المحصلة من كل ده؟ إيه النتيجة النهائية للخناقة دي كلها؟ المهم إننا نفهم إن الموضوع مش مجرد شوية كومنتات وشيرز، لا، في تكلفة حقيقية على الأرض بندفعها كلنا بسبب الغضب اللي بيتصنع ده على الإنترنت. النتيجة هي دي، نقاش ملوش أي لازمة على فيسبوك بيتحول لسيل من الشتايم والكره اللي بيخرج بره الشاشات. الكره ده بيصب في الانقسامات اللي موجودة أصلاً في مجتمعاتنا وبيخليها تكبر وتتعمق أكتر، بالظبط كأنك بترش مية نار على جرح قديم. ونرجع تاني لمرايا شالوم اللي بدأت الحكاية كلها. بالنسبة لها الفوضى دي كلها مش غلطة، بالعكس، ده هو النجاح بعينه. كل ما الخناقة تكبر والناس تكره بعض أكتر، كل ما هي تبقى نجحت في مهمتها. نجاحها بيتقاس بكمية الشرخ والانقسام اللي قدرت تعمله جوه المجتمع ده. المصدر بيقول إنها بتبص على كل ده وهي بتضحك وبتقول: طول ما في حمقى ومغفلين. النظرة دي هي اللي بتلخص كل حاجة. هي شايفاهم مجرد عرايس ماريونيت بتحركهم. والموضوع هنا مش إن الناس دي ساذجة وبس، لأ،
الموضوع إن في حد بيستغل بذكاء نقاط ضعف طبيعية فينا كلنا، زي إننا بنميل للي شبهنا وبنتصرف بعواطفنا بسرعة من غير ما نفكر. وفي النهاية القصة دي بتسيبنا مع سؤال مهم جدا، سؤال لازم نسأله لنفسنا كل يوم وإحنا بنقلب في السوشيال ميديا. الحالة اللي شفناها دي مش مجرد حكاية قديمة، دي نموذج بيتكرر كل يوم. فيا ترى كام حساب زي بتاع مرايا شالوم موجود دلوقتي على التايم لاين بتاعنا؟ كام فتنة بتطبخ قدام عينينا وإحنا ممكن نكون جزء منها من غير ما ناخد بالنا؟